ده أول فيديو بعد العيد فحبيت إنه يبقى فيديو مميز. رحت مطعم باب الحارة اللي موجود في شارع 90 في التجمع الخامس، والمطعم ده كان نفسي أجربه من ساعة ما فتح من 3 شهور تقريبا. هما ليهم فرعين في دمياط وده أول فرع ليهم في القاهرة. سمعت عنه كلام كتير حلو بس ما رضيتش أجربه في رمضان عشان تبقى التجربة كاملة. رحت وكان في بالي هطلب الحاجات اللي الناس رشحتها، بس للأسف الراجل قال لي منيو اللحمة كله مش موجود. كنا رابع يوم العيد الساعة 3 العصر تقريبا، قال لي هو لسه قدامه ساعة ويجي وساعة كمان ويبدأ يحضره. كنت عاوز أطلب وجبة اسمها ميكس جريل في اي بي اللي كان فيها كفتة وكباب وشيش ورز وحاجات كتير كده حلوة. قلت عشان نجرب المشويات اللي عنده، بس للاسف ما نفعش، فطلبت ربع فرخه على الفحم. طلبت كمان وجبه بروست التوفير بس ده ما كانش سعرها الحقيقي. لقيت كمان عندهم عاملين مسحب، طلبت وجبه مسحب 5 قطع ودي هجيلها قدام شويه. كان لازم اجرب الشاورما بس للاسف برضه ما لقيتش شاورما لحمه، فجبت سندوتش شاورما فراخ صاج عشان نبدا الريفيو. اول حاجه جربتها كانت المسحب اللي فعلا مختلف عن كل اللي دقته قبل كده. قطع فراخ فعلا مش مفروم، تتبيله كويسه، وحجم المسحبيه نفسه كويس ومش فاضيه. بينزل معاها بطاطس وتوميه وعيش وكول سلو. 5 قطع كانوا ب 90 جنيه، بس عشان ابقى صريح معاك مش هيشبعوك، محتاج تاكلوا سندوتشات بقى. جربت بعد كده وجبه بروست التوفير، والوجبه دي باب الحاره نفسه اللي مرشحها على البيج عنده. تبقى عباره عن قطعتين بروست وقطعه ستريبس ورز وبطاطس وعيش وتوميه وصوص شيدر. وصوص الشيدر ده كان حلو جدا. للاسف في قطعه جناح وانا ما بعترفش بيها في الفرايد تشيكن. القطعه التانيه كان حجمها كبير وتتبيلتها واصله لكل حته. اي نعم هي مش ذهبي، بس اكتر طعم باين في التتبيله هو طعم الفلفل الاسود. الستريبس كان حلو، وميكس الوجبه على سعرها بصراحه كان جامد، خصوصا صوص الشيدر زي ما قلت لك. الوجبه دي سعرها زاد عن اللي مكتوب في المنيو، سعرها بقى 92 جنيه. الرز للاسف محتاج يتراجع، معرفش عشان كنا بدري ولا ايه، بس حسيته بايت. كان لازم برضو اجرب الشاورما فراخ من عندهم، وبينزلوا السندوتشات عادي جوه الصاله لان في مطاعم ما بتعملش كده. جبت واحد شاورما فراخ سوري صاج ب 53 جنيه. بصراحه السندوتش كان حلو وحشو الفراخ كان حلو، تقطيعه الفراخ كانت كبيره، والسندوتش ما فيهوش غلطه بصراحه. كمان على سعره كويس جدا. بينزل معاها صوص توميه جانبي عشان لو حبيت تزود توميه وتغمس كده وانت بتاكل الساندوتش. اخر حاجه كانت وجبه ربع فرخه مشويه على الفحم، ودي بصراحه ما فيهاش غلطه. الفراخ متبله حلو وسواها مظبوط. بينزل معاها رز اللي برضه محتاج يتراجع، وبطاطس وطحينه وعيش. ممكن تختار صدر او ورك على حسب انت بتحب ايه. انا اخترت ورك وحجمه كان كويس، يعني الوجبه دي ممكن تشبعك خصوصا مع الرز والاضافات اللي قلتها. سعر الوجبه دي 86 جنيه، والنص فرخه ب 158 جنيه. كل الاسعار اللي قلتها دي دفعت عليها خدمه في الاخر 14% لو هتاكل في المطعم نفسه. باختصار عجبني في باب الحاره المكان نفسه والفيو والقعده نفسها مريحه كده، واهتمامهم بالتفاصيل. يعني اول ما بتقعد بيتفرش لك مفرش كده ليك، الشوك والسكاكين كلها متغلفه، فبتديك احساس بالنظافه وبتبقى مستريح وانت بتاكل. كمان قعده المكان واسعه، فما تحسش ان الناس كلها قاعده في ترابيزات بعض. شكرا جدا لكل اللي كان شغال يوميها في المطعم لانهم كانوا متعاونين جدا بصراحه ومبتسمين، وكل سنه وانتم طيبين. كنت اتمنى اجرب حاجات من منيو اللحمه عندهم، لان في ناس كتير رشحت المشويات بالذات عندهم الكباب والكفته. ده كان اول ريفيو بعد العيد، اتمنى يكون عجبكم. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وحابب افكرك ان نون عامله خصومات بمناسبه عيد الفطر، فلو حابب تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كودز اللي هتظهر على الشاشه، هتاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم. سلام.